لو قُلت لك إن فتة الشاورما اللي كلنا بنعشقها دي حكايتها ابتدت من آلاف السنين، ده مش بعيد كمان يبقى قبل كده، بس ما كانتش بالشكل ده خالص. القصة ابتدت من الفتة نفسها، أكلة عربية قديمة جدًا اتعملت من أيام الفراعنة، كانوا يكسروا العيش ويحطوه كده في شوربة اللحمة أو الفراخ عشان يستفيدوا من كل حاجة. بعدين لمّا الشوام بقى اخترعوا الشاورما في القرن ال19 اللي هم أصلًا خدوها من الأتراك اللي كانوا عاملين دونر كباب، قرروا يخلطوا الاتنين مع بعض وطلع لنا بالجمال ده. عيش مقلي ورز بسمتي كده مع قطع شاورما متبلة وعليهم شوية صوص كده من الزبادي أو الطحينة. يعني مش عايزة أقول لك معلقة كده تفتح النفس من أول شمة. بس الجميل بقى إن كل بلد عدّلتها على طريقتها، يعني في مصر إحنا عندنا الفتة مختلفة خالص، صلصة ورز أبيض وتوم لكن الشاميين بيحبوها باللبن والزبادي والرز البسمتي. يعني فتة الشاورما دي نتيجة تعاون عربي تركيا فظيع، وأحلى تعاون حصل في المطبخ. قولوا لي بقى بتحبوها بالفراخ والّا باللحمة؟ ماشي أنتم سيبوا الأكل عليَّ، بس أنتم خلّوا عليكم اللايك والسبسكرايب.